السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباحنا على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة السعادة. أول يوم رمضان، الراعي الرسمي بتاعه مش عايزة أقول لكم، قولوا في الكومنتات أنتوا بقى هنطبخ إيه النهاردة. يعني أكلة المصريين كلها عاملاها النهاردة. هنحط حلة فيها معلقة من السمنة. هعمل لحمة إن شاء الله، تعالوا معايا إن شاء الله نشوف هنعملها إزاي. هخليكي تعملي شوربة حلوة جدا، طعمها حلو قوي وبكميات بسيطة جدا. تعالي نشوف فكرة النهاردة بتاعت الفيديو وخليكي معايا كمية اللحمة اللي انا هعملها ان شاء الله. هبدأ اخدها اقطعها، وبعد ما اقطعها ان شاء الله هغسلها شطفة بسيطة جدا، لان اللحمة زي ما انتم عارفين حضراتكم مش بتتنقع ولا بتتغسل. تمام، هغسلها بسيط جدا بمية كده على طول، وان شاء الله نروح على الحلة تاني. زي ما انتم شايفين حبايبي، طلعتها وطبعا قطعتها. هروح على المية اشطفها شطفة سريعة ونروح على الحلة على البوتاجاز. رحت على الحله على النار، طبعا لازم تكون الحله سخنه والسمنه كمان ساحت وسخنه. هنزل بفصين مستكه. يا جماعه المستكه بتخلي الشوربه طعم تاني وريحه تانيه، وبتخلي اللحمه طعمها حلو جدا جدا. ما تنسوش الموضوع ده باذن الله، اعمليها زي ما بقول لك كده هتطلع معاكي تحفه جدا. طبعا غسلت اللحمه، هنزل بقى بقطع اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحله سخنه. هديلها كده صدمه ونرجع تاني مع بعض. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هبدا اشوح فيها لغايه ما تغير لون. زي ما انتم شايفين كده، هنزل بقى عليها جوانب طماطمايه متقطعه 4/4، جزرايه، بصلايه مقطعاها، فص ثوم مفروم، ورق لوري، حبهان، واحده او اتنين من القرنفل، بيخلي طعم الشوربه حلو جدا يا شباب. تعالوا ننزل بقى بالخضار ده كله وجربوا ان شاء الله طريقتي، وباذن الله تعجبك جدا اهو. تمام، اقلب بقى كل ده مع الخضار 5 دقايق كده، وبعد كده ازودها ميه واسيبها. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، مش هحط توابل، مش هحط اسمر ولا حاجه غير لما اشيل الريم اللي عليها، وبعد كده ان شاء الله نزود احط الفلفل الاسمر وهنشوفها مع بعض. اول بقى الفيديو زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الراعي الرسمي بتاع الفطار اول يوم رمضان في مصر كلها عموما، يعني هو المحشي واللحمه، او المحشي والفراخ، او المحشي والبط. فالنهارده ان شاء الله عامله لكم محشي، بس طبعا ما جبتش التسبيكه لان طبعا عاملاها قبل كده في زمان في القناه، بس اقول لكم عليها سريعا ان شاء الله. عباره عن بصلتين كبار. عملت بصلتين كبار قطعتهم، حطيت بعد ما شوحتهم اصفر كده، حطيت عليهم معلقه من الثوم المفروم، بعد كده حطيت عليهم معلقه هريسه شطه، ده اختياري طبعا. بعد كده حطيت التوابل، شوحت كل ده مع بعضه، وبعد كده نزلت بالصلصه الطماطم، عليها صلصه، معلقه من الصلصه الحمراء، وعليها معلقه من البابريكا، وقلبت كله لغايه ما اتسبكت. شلتها، حطيت الرز بالخضار، وهنحشي بقى ان شاء الله المحشي بتاعنا، سواء اي انواع بقى المحاشي، كرنب، اي حاجه، كوسه، هي نفس الخلطه بالظبط زي ما قلت لحضراتكم. هسيب بقى اللحمه ان شاء الله تاخد تشويحه مع الخضار، وهزودها ميه، ومش هحط فلفل اسود لغايه ما اشيل الريم، وبعد كده ان شاء الله نحط الفلفل الاسمر ونشوف الفطار النهارده مع بعض هيكون ازاي. كل سنه وحضراتكم طيبين. شايفين حبايبي، زي ما انتم شايفين كده خلصنا المحشي. شايفين البخار اللي طلع واللحمه طبعا انتوا شايفين حضراتكم. احلى شوربه هتشربوها ان شاء الله. العصير المخلل، طبعا لازم المخلل على سفره رمضان، السلطه الخضراء والخضار، بالف هنا وشفا. كل سنه وحضراتكم طيبين وبصحه وسعاده، وما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.